السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلكة كالمعتاد. كاين أعشاء جديدة إخوتي الحمد لله. هاو العش هذا، هاو تقدر تقول باللي خلصوه إن شاء الله يسمى عن قريب. راح تدور راح تبدأ تضع البيض. ولقيت إخوتي عش جديد مدور بين أغصان الأشجار، يسموش في الأعشاش هذول الاصطناعية اللي حاطينهم. هاول هنا إخوتي العش اصطناعي هاكم تشوفوا فيه، وهاول هنا عش اصطناعي، وهاي هي سبحان الله وين دورت العش تاعها. هاو إخوتي هذا هو العش، هاو إخوتي مدور بين الأغصان. أنا عارف اسكو يبان منه من فوق ولا ما يبانش. نجيبها من الاتجاه هذا ما وعلى به تشوف. هاو إخوتي هاو بالأغصان مخدوم، الله يبارك. تحفة يعني تشوف تحسون سبحان الله كيف يدور العش تاعه. وانا قلت لكم اخواتي غالبية الحساسين تاعي العام اللي فات دوروا هكذا اعشاشهم وموهين من صعبه تشوفوهم. ها من الاعشاش الاصطناعية محطوطين بس راح يجيو يدوروا في بلايص. والله يا اخوتي غير كاين اعشاش العام الماضي حتى نفقص البيض به شفتهم. نعم هذول الاعشاش اللي حاطينهم. ولا قلت لكم اخوتي انثى الحسون تحب العش تاعها يكون متدرك. شوفوا وين دارته اخوتي، ما يبانش طول، مغطي ثم يجي في مكان وين دائما يكون مغطي. هذا هو حسون الطفرة الحمد لله يا رب. يعني راهو يظل هو وانثى، وحكم من الجهه اللي من هي وين راني نصور ذكرى ممكنش ما راح ان شاء الله الانثى تاعو دير عش ثما ولا حاجه. الحمد لله الحسن وكل في صحه جيده. زيدوا اخوتي التغذيه. هاو شوف الزهره البنفسجيه يموتوا عليها ثاني الحساسين، والحريق هذا ما تبخلوش عليهم اخواتي. الاخوه ثاني اللي راهم يعانيوا من جهوزيه الذكور والاناث مازال ما يجهزوش. هذه يعني الحمد لله راهي خير من اللي تجهز الانثى والذكر ما يجهزش، خاطر مادام الذكر مازال ما جهزش رايح ان شاء الله مادام الانثى ما جهزتش راح ان شاء الله قضيه وقت وتولي تجهز. اما في حاله العكس يعني تكون الانثى جاهزه والذكر موش جاهز، لان تقدر تحط لك البيض وراح يروح لك يسمى كوفي هكذاك، يروح لك عش افلون بيض غير ملقح. يعني ما تقلقوش. وهذا هي بدايه الموسم. مازال العام اللي فات قاعد نشوف في الفيديوهات تاعي القادمه، لقيت بلي اخر عش العام اللي فات لو 21 جويي. 21 جويي يسمى كانوا فيه فراخ فاقسين البيض. يعني مازال الحال اخواتي ما تقلقوش، قضيه وقت ان شاء الله يلحقوا الحساسين في الجهوزيه. كثروا لهم بالتفاف للشوك والحريك، هذا هما المحفزات ان شاء الله الطبيعيه يوليو يوجدوا. حاجه اخرى ثاني اخواتي التفاف، راهم الاوراق تاعو والصوف تاعو هذيك تاع الورده يستعملوا الحساسين يدوروا فيها العش. واخوه بزاف قال لك باللي تطرد الفاش القمله يعني من العش. ما نكذبش عليكم هذه كان نستعمل دائما الحلبه بصح الحساسين لقيتهم باللي يستعملوها في الاعشاش اكل. نتمنى التوفيق ان شاء الله للاخوه، ان شاء الله يكون موسم موفق للجميع، ورمضان ان شاء الله مبارك كريم، ورب ان شاء الله يتقبل الصيام والقيام وصالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.